عندك مشكلة في الريدنج وأسئلة الكلمات اللي بتجيلك في السات أو الإي اس تي؟ ساعات كده بتحس إنك مش فاهم الكلمة أو مش عارف أنهي كلمة بتبقى أنسب للسؤال ده؟ ركز معايا عشان أوريك إزاي تحل الموضوع ده بشكل عام. أول حاجة دايما افتكر في إن في أي سؤال كلمات دايما بيكون في حاجة اسمها كلو. كلو يعني فيه هنت أو دليل هيساعدك تعرف الإجابة. هو عمره ما هيسيبك كده مع نفسك، لازم في حاجة جوه السؤال عشان تعرفك احنا بنتكلم في انهي اجابه او انهي اتجاه. هنا مثلا في السؤال ده كان بيقول لي دانس كوريوجرافر، وده اسمها، ما تضيعش وقت في انك تقرا الاسماء، ده كابيتال كابيتال كابيتال، فده كده نيم يا جماعه. طيب يا مستر انا ما اعرفش يعني ايه كوريوجرافر، عادي مفيش مشكله، بس احنا ممكن نخمن من كلمه دانس ان هي حاجه ليها علاقه او وظيفه ليها علاقه بالرقص. aims to give people the opportunity. كلمه aim معناها want، ودي كلمه لازم تكون عارفها. كلمة opportunity معناها chance، ودي برضو لازم تكون عارفها. طيب the opportunity to be what؟ خلي بالك كلمة opportunity معناها فرصة، فدي حاجة positive، يعني أكيد الكلمة اللي بعدها لازم هتكون positive. ما ينفعش أقول لك فرصة إن أموتك، أكيد مش هينفع، لازم فرصة حاجة positive. فأنا كده ممكن أبدأ أستبعد الإجابات النيجاتيف، يبقى دي طريقة بنمشي بيها اسمها طريقة البوزيتيف والنيجاتيف، ان انا استبعد سواء اذا كنت بدور على حاجه بوزيتيف استبعد النيجاتيف او العكس. فهنا nervous about، تعالى كده نبص على الاختيارات مع بعض. nervous about دي نيجاتيف، يبقى نعمل ايه؟ نستبعد الاجابه دي. طيب completed by تمشي بوزيتيف، delayed دي نيجاتيف، كلمه delay يعني يتاخر to be late، فطبعا هنستبعدها. involved in تنفع كبوزيتيف. كده اصبح عندي اختيارين بس بدل ما كنت متشحطط بين 4. ابدا ادور، قال لي فور اكزامبل دي هديه ربنا بعتها لك من السماء. ليه؟ لما يكون عندك سؤال كلمات ومديك عليه اكزامبل يبقى هو هيساعدك تعرف الاجابه. قال لك فور اكزامبل live performance of her dance her stories which debuted in 2001 feature videos of people. بيقول لك الحاجات او الاعمال اللي هي عملتها كان فيها videos of people across the US talking about their hair، كانوا بيتكلموا عن الشعر بتاعهم. الاودينس ممبرز شيرينج بيكتشرز، كانوا بيشاركوا صورهم of their interesting hairstyles. يبقى كده الاودينس نفسهم كانوا بيشاركوا معلومات عن نفسهم. يبقى انا كده بدور على completed ولا بدور على involved؟ لما اكون انا بخش جوه العمل نفسه، انا بشارك في العمل ده او الورك ده وبقول معلومات عن نفسي، يبقى انا كده اصبحت ايه؟ اصبحت جوه الموضوع، كده انا involved in. يبقى كلمه involved بتساوي included، ان انا جوه الموضوع. بكده الانسر بتاعتي هتبقى دي. لو عايز تتمرن على تمارين اكتر من كده وتجهز صح للامتحان، اسال على كورس الانجليش مع مستر عمار عادل. ما تنساش تبعت دلوقتي رساله او تسجل رقمك عشان تلحق مكانك في الجروب الجاي. سلام.